هلو عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهارده زي ما شفتوا في العنوان هو تحدي مع يوتيوبر قمر اسمها سارة. في الفيديو ده احنا هنعمل لكم الميك اب بطريقه مختلفه جدا جدا جدا. كتبنا الالوان في الورق ده، هما دول 10 ورقات، وهنختار منهم بطريقه عشوائيه الوان الميك اب اللي احنا هنعملها. هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانتوا بتشوفوني دلوقتي معاكم ساره يونس ميك اب ارتست. هقدم لكم فيديوهات حلوه كتير جدا جدا عن الميك اب باسعار بسيطه وكمان بطريقه سهله. كملوا الفيديو للاخر بتاع مروه وتعالوا شوفوا الالوان اللي طلعت لي ايه. وطبعا لو انتوا اول مره تيجوا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان لو نزلت فيديو جديد يظهر لكم على طول، واعملوا لايك للفيديو ده اللي هي عامله كده. ها، ويلا نبدا. بصوا بقى، مبدئيا انا حاطه فاونديشن بسيط خفيف. نبدا بالاي شادو. فاحنا نربي كده 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 كده، واختار لون. قال يعني انا عارفه اللون هيطلع ايه. اللون اللي احنا اتفقنا عليه ان احنا هنعمله دلوقتي اي شادو، عشان تبقوا فاكرين يعني. بصوا اللون اللي طلع لي، مش مشكله يعني، هي بدايه وحشه بس هتفائل بيها. طبعا جبت الباليت دي اللي انا كلمتكم عنها قبل كده في فيديو، هي فيها كل الالوان اللي ممكن تتخيلوها. هي اسمها تيك مي هوم كيس كراون، ده اللي مكتوب عليه. ناخد الدرجه الصفرا دي، هيبقى الميكس فظيع بالاصفر اللي انا لابساه واصفر فوق عيني. ناخد كده فرشه اي شادو نضيفه. خد دي. اقول ان الحمد لله ان الاصفر ده ما جاش في البلاشر مثلا، انتوا فاهمين يعني. في الاي شادو لسه هنحط، يعني هحط لون تاني اي شادو، انتوا عارفيني ما درجه واحده ما بتكفينيش، هنحط لون تاني. ودلوقتي خلصنا درجه واحده من الاي شادو، فانا هحط درجه تانية. انا دلوقتي حطيت اللون الاصفر، فخلونا نختار الدرجه التانية تطلع ايه، وتحمسوا معايا كده. فاهمين ايه؟ فاهمين مدرسه قوي. يلا. خلينا نشوف. تحسوا ان انا بعمل سحب على مسابقة وناس هتاخد بقى فلوس. فوشيا، فوشيا. بس انا كتبت كل الالوان، ما اعرفش ليه دول اللي بيطلعوا في الاي شادوهات. مش مشكلة، مش مشكلة. فوشيا. حط الدرجة دي بنفس الفرشة اللي عملت بيها الاصفر، هحط الفوشيا. بس تحسوا ان انا ايه، قاعدة برسم فوشيا واصفر. برسم والله. يلا. يلا بقى، يلا نكمل. دي هرسم حواجبي، مرسمش حواجبي ليه؟ فخلونا نختار وربنا يستر. وانا ممكن ارميها واللي يجي في ايدي هو اللي، لا لا، بلاش افكار دلوقتي. اخد دي مثلا. حلو، يعني احسن ما يجي لي اخضر مثلا، حواجبي تبقى خضرا، فلا حلو. اسود. انا هرسم حواجبي دلوقتي باللون الاسود، هبقى زي ظريفة. فاكرين مسلسل ظريفة؟
برضو هنقول الحمد لله، احسن من ان هو يطلع لون اصفر. لا الاصفر خلاص جه. اخضر مثلا، ارسم حواجبي باخضر. ما جبتش لون اسود، استنوا هجيبه جاي ثانيه واحده. ويلا بينا نرسم حواجبنا باللون الاسود. طبعا مش محتاجه اقول لكم، لو انتوا مشتركتوش في القناه روحوا اشتركوا على طول، هتلاقوا اشتراك تحت الفيديو، متنسوش. بعد ما خلاص رسمت حواجبي وعملت ايشادو كده اي هبل فوق عيني، نعمل ايه؟ نحط بلاشر. نحط بلاشر، وانا كل مره بقلبهم ليه؟ ما هما كده كده متقلبين. بصوا سحبتها كده سحبه كده، اسمها ايه؟ سينمائيه. فاهمين؟ بلاشر جولد. جولد. بصوا انا استسكت بصراحه، قلت الجولد ده احطه بقى في وسط كده الحاجات فيجيلي اي شادو جولد، فاروح حاطه بقى وابقى مبسوطه. انتوا فاهمين؟ فجالي اصفر وفوشيا فاتقفلت. انتوا عارفين هيحصل فيها ايه دلوقتي؟ بصوا يا حبايب قلبي، هناخد الدرجه دي وهنحطها بلاشر. مش متخيله اصلا المنظر. بايدي بقى ما جولد. بصوا هايلايتر بزياده، تحسوا ان انا بحب الهايلايتر بس مش على خدي كله. فاهمين يعني؟ مش هنا كله. بعد ما خلاص حطينا البلاشر دلوقتي هنحط روج. نحط الروج. بقلب تاني بقلب تاني. اهو اخترت اهو. بصوا الروج ازرق. الروج ازرق من نفس الباليت دي، كلها الوان بقى. فاهمين؟ احط ازرق. احط بفرشة، معلش بقى استخدم الفرشة دي. انتوا عارفين وشي هيشتمني بعد الفيديو ده. ما بيحطش ليه؟ اعتقد خلاص مفيش حاجة تتعمل، صح؟ حطينا الروج والبلاشر، والروج ازرق، بلاشر جولد ذهبي، الايشادوات اصفر وفوشيا مش مشكلة يعني، ممكن نحط الالوان دي عادي. بس الروج ازرق دي انا اول مرة اجرب روج ازرق. قولولي رأيكم في الدرجة. حاسة ان هو طعمه مر، معرفش ليه، مع انه مدخلش في بقي. وبعد العك اللي انا عكيته في وشي ده، يعني ياريت تعملوا لايك للفيديو. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي.